بيان هام أن امتحان حظيرة اللئام تم في الساعة الآن. جاءنا بيان هام أن النظام أيها الكرام قتل بداخلنا الكلام، وأن الجامعة أحيطت بسياج من فساد ونيران، فأقام الطلاب أمامها الخيام. قيل في نشرات الأخبار أن البحار والأنهار في إضراب وانصهار، متأثرة بهياج غير مسبوق من طالب وأستاذ مرموق، إلى أن أجرى أحدنا حوار مع طالب منها منهار فقال: أنا طالب للعلم بالعلم أرتقي، أناشدكم فلترحلوا بعيدا عن ساحتي، أحذركم فأنا صوت بالوطن أتمسك، فليسمع من في أقاصي الأرض استغاثتي. أضاعوا العلم فألبسوه ثوب منية، والعز كل العز لعالم بمكانتي. أيا جامعتي أيا جامعتي إنني آسف عن صمتي بحققي وإغفالي لكرامتي، فيا أمة ضحكت من جهلها، فلتسمعوا اليوم قوة صرختي. لم أقبل منكم وعود وردية أو كلام معسول بالخبث متجمل، أو أحلام في أعالي السماء شيدتموها. ما عدت أبالي بألقابكم وأقوالكم، لم أعد أسمع سوى صوت حماستي، ودمي في عروقي قد تدفق مضرب عن التهاون في حق أجيال قادمة، فلن أضيع بعد اليوم حقي بجهالتي، ولن أتخلى لحظة عن قضيتي. مضرب عن تاريخ بالأكاذيب متزين، مضرب عن عصور ظلم وكآبة، عن إنجازات بالفساد محشوة، مضرب ولن تعطلوا أبدا مسيرتي، فإما التغيير أو ألقى منيتي. فجاءنا بيان هام أن الطلاب العظام قد أحالوا أوراق الجامعة من حظيرة الفساد إلى غرفة التطهير، وغللوا أيادي مفسديها بالأصفاد، معلنون بذلك انتصار كبير. شكرا. احنا من المفاجآت اللي عندنا في الحفل النهارده ان احنا عندنا سكتش فني قدم مجموعه من الطلبه الفنانين، يعني الموهوبين بسم الله ما شاء الله. فهم طلبوا مني طلب ان هم يقدموا فقره تقديميه للسكتش علشان يشوقوكم يعني. دي حاجه هم هيجوا دلوقتي، يعني انا محب لو تيجي. الحاجه الثانيه ان احنا معانا سحب ورق بيتوزع على حضراتكم. السحب ان شاء الله يبقى في اخر الحفله، وفي جوائز قيمه جدا جدا. السكتش الفقره التقديميه للسكتش عشان التشويق والاثاره. اتفضل. الزار موجودة يلا عليك. الزار كوبا تاخد الصور. الزار كوبا تاخد الصور. الزار كوبا تاخد. ثورة يعني ايه يا عميد؟ ثورة يعني تغور لبعيد. ثورة يعني تغور لبعيد. ثورة يعني ايه يا عميد؟ ثورة يعني ايه يا عميد؟ ثورة يعني تغور لبعيد. ثورة يعني تغور لبعيد. سامع؟ تقول لي مفيش مشكلة ماشي. سيبوا انتوا شوية عيال. العيال دول مشوا حسني مبارك يا عم. العيال دول مشوا حسني مبارك. شوية عيال بيجعجعوا. بيجعجعوا ايه يا عم؟ بيجعجعوا لي مشوا حسني مبارك هيمشوني. هيمشوني ايه ده ايه بس؟ انت سيادة العميد اهدى. اهدى يا سيادة شوية عيال هينرفزوك اهدى. انا عندي الحل. اتصل بحبايبك. ماشي. طب مين حبايبي؟ الامن الوطني. اتصل بيهم. ماشي يا عم خد. اتصل بيهم. زيرو كام؟ اتصل يا عم. الرقم الجديد. حط صفر بعد الواحد. اتصل يا عم. وقول الو. ايوه مين معايا؟ ايوه باشا. ايوه يا ابني.
يا باشا انا العميد يا باشا. مين عميد ده؟ شغال ايه ده يعني؟ شغال ايه؟ في عميد كليه يا باشا. كليه ايه دي؟ كليه ايه؟ سيبك من الميكروفون. انت يا ابني انت اللي بتعمله ده؟ ايوه يا باشا كليه. ايه عميد كليه يا باشا. كليه ايه؟ عميد كليه يا باشا. ايه السفه ده؟ لا يا باشا بس في صور يا باشا وطلبه قاعدين يقولوا ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ قاعدين يقولوا اسكت يسكت تسكت وبتاع. اسكت؟ عيال ساكته كلهم. قاعدين يقولوا اسكت يا باشا طب نعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ انا مالي انت عايز ايه مني؟ قول له اي حاجه. اعمل لنا اي حاجه. اقول له ايه؟ اعمل له اي حاجه؟ يا ابني انا مش قلت لك ما تتصلش على النمر التاني؟ اعمل ايه يا باشا؟ مش قلت لك ما تتصلش على النمر التاني؟ امشي. اسمعني يا باشا. بيوت دي معلش هدي نفسك. حل تاني. اتصل بالدكتوره. دكتوره لا يا عم يلا دلوقتي يا عم. اتصل بالدكتوره. تطبخ يا عم ولا بتعمل حاجه؟ اتصل بالدكتوره. خد اتصل زيرو كام؟ الرقم الجديد برضه. 2 بعد واحد. الو؟ ايوه يا دكتوره. ايوه الو مين معايا؟ ايوه ايوه مين معايا؟ ايوه دكتوره. ايوه مين اهلا معايا؟ وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ قاعده فين حضرتك دلوقتي؟ ايه ده؟ مين معايا؟ ايوه انا عميد الكليه. عميد الكليه؟ عميد كليه ايه؟ كليه اداب. ايوه كليه انت فين طب دلوقتي؟ انا فين؟ ايوه يا دكتور انا عايز عميد ايه؟ كليه عميد حضرتك؟ المنوفيه. عايزين حضرتك تنقذينا في الطلبه قاعدين تقولوا تسكت المدام وتسكت يسكت. انت في المشكله على فكره انا مشكلتي زي مشكلتكم بالظبط. والله احنا زي بعض تمام. اعمل اي والله. حاجه. احنا زي بعض قول اي والله. حاجه. انت مش سامع السؤال بيقولوا ايه اساسا؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ تسكت المدام. تسكت المدام. انا اسكت ايه الصوت ده عندك يا دكتور؟ الصوت ده اعمل عندك؟ اي حاجه. انا ماليش دعوه. في صوت وش. انت حاطط حاجه على انا البوتاجاز؟ ماليش دعوه باللي فيه ده وبتصرف. في صوت وش عندك. تيت برضه. تاني. طب ايه الحل ايه دلوقتي؟ الحل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ والله مفيش غير واحد. يا عم انت كل شويه تقول لي واحد. هو اللي هيحلك. يا عم حلك عني بقى. حلك ايه؟ يا سيادة العميد شوية عيال هيجنوك. ايه ده؟ احنا هنروحوا للشيخ ريشة. ماشي. مين الشيخ ريشة؟ الشيخ ريشة اللي بيعمل عمل على راس كامل لا ينام ولا يرتاح اللي على راس تمساح. الله يفتح عليك. ماشي. يلا للشيخ ريشة. يلا بينا. عمر محمد علي. هنكمل السكتش حاضر. هو زي ما قلت لكم هي تشويق واثاره. بالراحه بس بالراحه. حاضر. يلا يا عمر تعالى غني. يا عمر يا استاذ عمر. طب قولوا له ارحل ده مش عايزينه. يا عمر ارحل امشي. ايه يا عبد الله؟ يا عمر في يا عمر. اتفضل يا استاذ عمر. حاجه صغيره كده ان شاء الله نكمل السكتش تاني. لو بتحبوا البنات خلي عيونكم عليها. خلي ايديكم في ايديها. صرت عايشين ساعدني جنبك لقينا شايلين روحنا في ايدينا. خليكي اللي عادينا. بلدي ولادي الجميل. بلدي والود ودي. احضن ترابك بيدي واشيلك جوا عيني. اصل انتي غالية عندي. بلدي والود ودي. احضن
أخد ترابك بيدي وأشيلك جوا عيني، أصل انتي غالية عندي، أصل انتي غالية عندي. فقرة فنية جميلة يعني من نوعها. معانا دلوقتي عزف عود مع الدكتور محمود محيي من كلية صيدلة. اتفضل. الله.
نعم. طيب طبعا نشكر الطالب الجميل الفنان محمود عمرو محي على الفقره الجميله. تعالى معانا دلوقتي فقره سحب. هنكمل السكتش. حاضر ما كده احنا بنرخم عليكم علشان السكتش يبقى يطلع في الاخر حلو. شكرا. على فكره يا جماعه ده مش بمزاجي، ده بمزاج انس مجدي، هو الموضوع معايا يعني مش ليش دعوه. اي خدمه ظبطك. حد معاه ورق سحب؟ حد معاه ورق سحب ما جابوش؟ حد ما حدش اسمه؟ نقلب؟ انت حاطط اسمك فين يا عبد الرحمن؟ ايه؟ ده؟ طبعا معذرة هو المفروض يجيبوا حاجة أرقى من كده بس معلش. شايفين الجوائز عاملين ازاي؟ شايفين الجوائز عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. احنا هنسحب على جايزتين ها؟ معايا؟ نطلع بقى؟ نطلع عبادي؟ نطلع؟ عبد الله نطلع؟ استنى بنشوف بقى فيها ايه الأول بس مشفتهاش. بس يا سيدي استقالت. عرفت ان رئيس الجامعه استقالت؟ ايوه انا استقالت، عشان كده عامل حفله كبيره النهارده. طيب خلاص انتوا مالكمش دعوه بالموضوع ده، الموضوع مع البنات. سقفه. اختنا نهله محمد. ايه؟ نهله محمد كليه صيدله. دكتوره نهله. تحيه كبيره جدا جدا. فين الجايزه؟ حلو كده؟ يلا امسك. انا عارف ان انتوا مش شايفين ايه دي القضيه. بس يا سيدي واستقالت. المنصه جت اخيرا، الستيج جه. بعد ما الحفله خلصت الستيج جه. الاسم ايمن عوض، كلية حقوق. ايوه الف مبروك. بس كمان جايز معاه؟ مفيش حاجة ولا تاني؟ طيب احنا معانا فقرة شعر. طبعا هتقولوا عايزين السكتش، هقول لكم لسه السكتش شوية. عايزين فقرة شعر. اخونا الطالب بلال عبد الحميد كلية تجارة. جه الحمد لله، جه وصل الحمد لله. وصل لأرض الوطن. استاذ بلال هو فين؟ دور عليه. الو بلو. اتفضل. تحية كبيرة جدا جدا للأستاذ بلال كلية تجارة. السلام عليكم. اي حدث من اي قيادة فاسدة او اي حد احنا نشيله كطلبة او شعب لازم يكون حدث عيد، يعني مش حدث عادي، الحدث ده عيد. فنبدأ يعني واحنا فرحانين نقولوا ايه؟ يا كلام الدنيا تعالى عندي، فرحان والفرح بيملاني، ولا حدش في الدنيا دي قدي، ولا حد في يوم يتحداني، ما اقدرش في يوم ابعد عنكم، وازعل لو حد بينساني، والعيد بيجمع حبايبكم، والكل بيفرح من تاني، والحزن بيطفش ويسيبكم، والفرحة عشانكم وعشاني، وانا زي الناس في العيد ببقى فرحان والفرح بيملاني. ولما نشوف الشمس بتطلع لازم نرجع تاني ونزرع ارض بلادنا وتبقى الاولى، وتبقى دي اول ارض بتطرح مش بنبات لكن برجوله. انسوا خلاص، انسوا خلاص كل اللي عدى واللي فات، ويا ريت كمان ما يكونش حتى ذكريات. وانا جاي اقول مبروك، ومعايا ليكوا في قلبي ورده. انا عيد ميلادي مش سنين، 20 سنه. انا عيد ميلادي من النهارده يا هندي يا حنفي، خلاص ونسينا وعملنا الثوره وبايدينا، والدور اهو جالك يا اللي انتي من يومك عماله تاذينا.
اعذروني في الحفظ، لسه كتابها امبارح فمعلش بقى. لعبوا علينا بقى مش كلها. لعبوا علينا وعملوا مؤامره وقالوا هتفشل بكره الثوره، والليله بنبعت رد بقوه ان الثوره هتبقى تكون انجح ثوره كمان في الكون. عدى مبارك وعزلناهم، وهو بكره تلاقي هند معاهم، والدور بيلف على الفساتين على كل حرامي وكل جبان، وان كان موجود وان كان هربان، والثوره هتبقى في كل ميدان. ناس كتيرة ضعف خانها، ناس كتيرة ضعف خانها، وكان كلامها ان البلد ضايع املها وبكره اسوأ من اللي فات. نسيوا خلاص دم اللي راح، دم اللي مات، وعشان هضحى بكل حاجة ما همهوش. ما تخافوش وان هم خافوا ما تخافوش. ولا هنزل عشان لا هو انا اعتذر عشان بجد مش مجهز من امبارح. هو الناس قالوا لي حفله النهارده فانا ما كنتش عامل حسابي ومجهز امبارح. شكرا بلال. شكرا جزيلا موهبه الرائعه بلال. طبعا رائع. ودلوقتي مع كلمه اعضاء هيئه التدريس مع الاستاذ الدكتور هشام القلنشاوي، الاستاذ الدكتور بكالوريوس الهندسه قسم العلوم الرياضيه فليتفضل. السلام عليكم. الحقيقه يسعدني ان انا اقف معاكم النهارده نحتفل كلنا بفرحتنا بتحقيق انتصارنا لهذه الثوره ولهذا البلد. الحقيقه دايما لما بيمر حدث في حياه الانسان زي الحدث اللي مر بينا لابد ناخد منه العبر والعظات ونستفيد منه للايام القادمه وللاحداث القادمه. يا جماعه احنا في فتره ثوره، كل يوم احداث جديده وكبيره، ولابد ان احنا يبقى لنا كلمه ويبقى لنا دور. كل حاجه بتحصل، كل يوم بيحصل تغيير كبير واكبر واكبر. الحقيقه احنا يمكن من اهم الحاجات اللي يجب ان احنا نستفيدها من اللي حصل ده هو فايده الاصرار. ان احنا اصرينا على ان احنا نحقق هدفنا وانتصرنا وحققناه. لو ما كانش في الاصرار ده الطلبه هنا اعتصموا حوالي اسبوعين، والجامعه حصل اضطراب اعضاء التدريس وكانوا بيشاركوا الطلبه في هذه الفتره كلها. ما كانتش فتره صغيره وكانت فتره صعبه على الجميع، واللي شاركوا فيها كان بيحطهم ممكن يفشلوا، لكن الاصرار هو اللي بيحقق الهدف. لابد دايما من الاصرار، ما تغركش مدى قوه الغير، لابد ان انت قوتك نابعه من داخلك. ما تبصش للعدد، ما تبصش لحاجه ثانيه، بص لنفسك. انت لو انتصرت على نفسك وقدرت ان انت تحقق اللي انت عاوزه. نمره 2 من الحاجات اللي يجب نتعلمها هي وحدتنا. كان الحقيقه وحده كبيره جدا بين الجامعه كلها، بين الجامعه كاعضاء تدريس كمعيدين ومدرسين مساعدين وكطلبه، لان الحقيقه احنا كنا بنحقق هدف للجامعه كلها بين الطلبه والطالبات. والحقيقه كانت وحدتنا هي سر دايما، هي سر القوه وهي سر الانتصار. لو الاضطراب بتاع اعضاء التدريس في المحاضرات كان دخلوا المحاضرات كان فشل الاعتصام، ما كانش نجح ما كانش رئاسه الجامعه استقرت. كذلك لو الطلبه خافوا او جبنوا او حسوا ان هو مفيش فايده وفكوا الاعتصام ما كانش نجح برضه. الحقيقه الوحده كانت سر الانتصار. يا جماعه الجامعه احنا الحقيقه يعني كلمه انتصار واحنا بنقولها لان الحقيقه احنا قدامنا طريق طويل، دي كانت البدايه بتاعته، والحمد لله كانت موفقه بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقه ان احنا كانت هذه الخطوه لابد منها، مش ممكن نبني على نظام فاسد، كان في نظام فاسد ولابد من تغييره. والحقيقه انا بقول لزملائي واساتذتنا ووكالات الجامعه اللي ماشوا ان احنا خلافنا معاكم كان اساسا على
نظام منظومه كانت تعمل وكانت مؤديه للفشل. ما كانتش بتقدم الجامعه لقدام ولا تبعد. ما كانش خلاف شخصي، لا كان خلاف على مبادئ وعلى نظم وعلى سياسات. والحقيقه باختصارنا ديت احنا بنمهد الطريق لسياسات جديده، وليس الاشخاص فقط، لا لسياسات جديده ولنظم جديده والمستقبل جديد لهذه الجامعه. لابد هذه الجامعه تكون فعلا في مصاف الجامعات الكبرى في العالم، وهي اهل لذلك. خدوا بالكم احنا جامعه قديمه، جامعات كتيره جدا اتعملت بعدنا، كتيره جدا اتعملت بعدنا وبقت من الجامعات الكبرى في العالم. لا احنا اقل منهم، لا في الاساتذه ولا في الطلبه ولا في المكان ولا في المدينه اللي احنا بنمثلها، لا احنا افضل، ولابد هنكونوا افضل ان شاء الله. الناس بالوجوه اللي انا شايفها ديت اللي هي هتصنع المستقبل، اللي هتصنع فعلا تربي نفسها في الجامعه، تربي قدراتها في الجامعه. زي ما المستشار الخضيري قال، زي ما انتم قلتم، الجامعه دي مصنع للرجال، مصنع للقاده المجتمع. يا جماعه مش كل واحد بيتاح ليه فرصه انه يدخل الجامعه. يا جماعه اللي بيتعلم القياده في الجامعه هيقدر يكون بعد كده. الحريه اللي زميلتكم اتكلمت عنها، وان هو يتكلم قضيه مش قضيه كلام وبعبعه، لا، انت لو ما اتعلمتش انت تقول رايك وانت في هذه المرحله وانت في الجامعه، مش هتقول رايك بعد كده لرئيسك لو هو اخطا في الشغل ولا في المصنع، هتخاف تقول له رايك، هتخاف تقول له رايك وهتمشي في سياسات خاطئه وتؤدي للفشل. لكن لما بتتعلم في الجامعه ان انت تقول رايك هنصلح البلد كلها. يا جماعه الجامعه هي اللي بتربي شخصيه الفرد، ولابد زي ما دايما بنقول لابد من انشاء لائحه جديده لاتحادات الطلاب. طلاب زمان كانت لائحه الجامعه مفيش اشراف من اعضاء التدريس على الجامعه، مفيش حاجه اسمها رائد الاتحاد ولا حاجه. الطلبه هم بذات نفسهم هم اللي بيقودوا اتحاد الطلبه، هم اللي بيشوفوا مشاكلهم وبيحلوها مع بعض. ده هو التدريب الحقيقي لصنع اجيال تقدر تتحمل المسؤوليه وتشيل هذه البلد. يا جماعه قدامكم مستقبل صحيح في صعوبات كبيره وفي تحديات كبيره، لكن بالاصرار وبالوحده وبالروح اللي احنا شفناها في الاعتصام ده وبالوجوه اللي كلها امل ديت، ان شاء الله هنحقق لمصر اعلى مكانه في الدنيا. شكرا. من طلاب جامعه اسكندريه للدكاتره اللي وقفوا معانا في الاعتصام. طبعا الدكتوره نهله والدكتور حجازي بيعتذروا ان هم مش موجودين، لكن في وفد من اعضاء هيئه التدريس عشان يشاركونا في الحفله النهارده، فهنتصور دي. طبعا الدرع ده هيتحط في نادي اعضاء هيئه التدريس اللي موجود في اسكندريه عشان كذكرى يعني للاعتصام ومشاركه الدكاتره معانا في الاعتصام السلمي اللي كان موجود عشان يحارب الدكتور محمد. جزاكم الله خير. اول حاجه بحيي الطلاب اللي صمدوا في الاعتصام اكتر من اسبوع. تحيه لكل الطلاب اللي صمدوا في الاعتصام. قبل ما اهدي قصيده لهند حنفي، احب اهدي قصيده لكل اللي بيحاول يولع الفتنه في مصر. الفتنه اللي دايره ملهاش اساس، واللي بشوفه ده شيء غريب. في بلادي ايد واحده الناس هيطفوا النار وهيموت اللهيب، واللي بيحصل دي ثوره عكس عايزه تكسر شعاع الشمس، وبايدينا نقدر نجيب مليون شعاع بدل اللي ضاع ويسطع قمرنا وقت المغيب. الله ربي
الله ربي وعايش بقلبي محمد والمسيح. ما تولعوش ما تقيدوش فتنة تخليني جريح، ببر جاري وبحسن إليه، يسلم عليا وسلم عليه وعمري ما سألته هي الديانة إيه. أمرنا نبينا بحسن الكلام، وأمر المسيح نعيش في سلام، يبقى ملوش لازمة تقوم ما بيننا أزمة ونعيش حياتنا في الآلام. يلا نبيع جراحنا لأي ريح ويرتاح القبطي وكمان استريح. كفاية وجع وكفاية ألم، حرام نعيش على جرح وندم. أنا خايف لن نركز في يوم علم، أنا خايف لن نركز في يوم علم. أنا خايف نعيش إحساس رهيب وتبقى الوحدة والسلام ده شيء غريب. أنا خايف لا يرحل الهلال ويغيب واصحى في يوم ألاقي انتحر الصليب. في قصيدة لهند حنفي بمناسبة الاستقالة في أول الجريدة وفي أول مطرح، بجد خبر خلاني أفرح. ينعي أبناء جامعة الإسكندرية الأستاذة هند حنفي بمناسبة الاستقالة. استقالة؟ بجد استحالة، واللي عملوا كده والله رجالة. عزائي لهند هانم، مليون وداع في مليون سلام. يوم وداعك فرحة سلالم وما عادش تاني يتمنع كلام. يوم عزاكي عيد ميلادنا، فرحة عروسة في يوم زفاف، ترقص وتغني ولادنا والشفايف ما تبطلش هتاف، والقنابل والرصاص بتزرط وتقول خلاص مين هيخشى مين يخاف. واحدة كرهوها الآلام كل منها يا مشاف، وداع من غير حزين مفيش تاني سنين عجاب. خالص عزائي للمستقيلة اللي عيشتنا أيام سئيلة، كل يوم ب1000 عام، كله يرقص للمدام، كله يفرح للمدام. وليك عليا يا مدام يوم زفافك وفي الختام لأعمل لك مولد وكمان مقام، والسفة تبقى بلدي تليق بجنابك تليق بالمقام. ايه رأيكم يا ولاد؟ تعالوا نقف سنتين حداد. ايه رأيكم يا ولاد؟ تعالوا نقف سنتين حداد ونفرح في دود الفرحة وتعم أنحاء البلاد. اللي موافق يقول أمين واللي رافض يقول أمين. يجيلنا ريس يكون كويس وعلى العلم ولاده يكون أمين.